السلام عليكم. لا يخفى على المشاهدين النقلة النوعية التي قام بها مسلسل ابتسم أيها الجنرال، الذي قام بتأليفه الكاتب سامر رضوان. لم يكن مسلسل ابتسم أيها الجنرال الأول من نوعه، فقد كان مسلسل لعنة الطين ومسلسل الولادة من الخاصرة بأجزائه الثلاثة من تأليف سامر رضوان أيضا. وسامر رضوان من مواليد مدينة حمص، وعُرف بتأييده للثورة السورية منذ انطلاقها، واعتقل في العام 2013 على الحدود السورية اللبنانية، كما اتهم بالتحريض على العصيان وفق مذكرة ادعاء بحقه من النائب العام في دمشق. بالعودة إلى مسلسل ابتسم أيها الجنرال، فقد أبدع الكاتب بالدلالات والرموز والأسماء الدالة على سوريا والطغمة الحاكمة المستبدة فيها. وأولى هذه الدلالات هي العلم، حيث اعتمد علما يحاكي علم حزب البعث الحزب الحاكم في سوريا، واختياره أسماء فرات وعاصي وسامية دلالة على الأرض السورية، ففرات نسبة إلى نهر الفرات، وعاصي نسبة إلى نهر العاصي، وسامية نسبة إلى الأرض السامية وهي الشام. وما زال الكاتب يفاجئنا بإبداعاته مع كل حلقة تعرض.